توقعاتي كانت مطابقة للواقع. تحدثنا في مواضيع عديدة من معيقات التنمية من عدة مجالات، سواء كانت منبر الحرية بيقدم تجربة أنا شخصيا فوجئت بيها. كان لي الشرف بالمشاركة في الجامعة الصيفية، وهي فكرة لطيفة لذيذة وتجمع من كل البلدان العربية. هناك قيم عربية تقف في وجه المسار التنموي. إن في مسؤولية ما بين الطرفين، يعني ما بين الحكام والشعوب الإيرانية. الدكاترة هنا ما شاء الله مشاركتهم كانت يعني واضحة فعالة. عبد الله البداي من اليمن، الأمين عام منتدى المبدع اليمني، أعمل في المنظمات الحقوقية، أهتم بموضوع الحريات. 2010 وكان شرف لي أن ألتقي بنخبة من الدكاترة والأساتذة والباحثين في مجالات متعددة. الحرية هو مكان رائع، بستان فيه هالزخم من النقاشات اللطيفة. النقاشات التي تمت ومداخلات أفادتنا كثيرا، وهي دعوة لكل الشباب العرب للمشاركة في فعاليات الجامعة الصيفية التي هي تجربة بالمناسبة تجربة جديدة على المجتمع العربي، لكنها تجربة ناجحة.